إلا مثلا الوالد ديالكم بغا تجي تسكن معاكم في الدار، في نظركم شنو غادي يكون رد فعل الزوجة ديالك مرتك؟ واش غادي ترفض بحجة الخصوصية، يعني دارنا وبغيت نبقى أنا وياك بوحدنا على راحتنا، أو لا غادي تتفق انت وياها على أن الوالدة ديالكم تسكن معاك في داركم لواحد المدة معينة وتمشي في حالها؟ اكيد بغيتو تعرفوا الاجوبه، فإلا كان قلبك هشيش ما كنصحكش باش انك تكمل الفيديو، لان الاجوبه صادمه ديال بصح، وبغيت نعرف حتى نتوما الاجوبه ديالكم في التعاليق. نخليكم مع الفيديو ونعلقوا عليه. ليتس جو. أنا عارفة سؤال صعيب لا الجواب الأول ولا الجواب الثاني، ولكن ضروري من الاختيار. غادي نبدأ بأول إجابة من عند نبيل ممثل مدينة كازا. شنو هو غادي يكون الجواب ديالك؟ حتى شي جواب نورمالمون ما قريب للحقيقه، مي ملي هي مسابقه غنختار الجواب الثاني. الجواب الثاني ان شاء الله في معاك الله. مدة معينة واخا هي مرحبا بها في اي وقت. نعاود نقول دابا هاد السؤال منين ما شديتيه ماشي واحد. واخا نشوفوا هاجر شنو غادي تقول. لا ام الفضل. هاجر شنو هو الجواب ديالك؟ الجواب ديالي واخا نورمالمون خالتي تجي عندنا الوقت اللي بغات وتبقى معنا الوقت اللي بغات، ولكن محتم عليا نختار زعما اختيار واحد، دونك غنختار الجواب رقم 2. ما عجبناش الجواب، ولكن لانها مسابقه ومحتوم علينا اننا نختاروا ما بين جوج ديال الاجوبه اختاريتوا الثاني، فتبارك الله عليكم بجوج. نفس السؤال موجه لممثلي مدينه واتزم، وغادي بغيت نعرف الجواب ديالك هشام. شنو غتختار؟ السؤال الثاني. غتختار الجواب الثاني؟ الجواب الثاني. الجواب الثاني يعني انها تجلس معاكم ومن بعد مده معينه. واخا هشام احنا غنشوفوا حياتها شنو غادي تقول. مرحبا. الجواب ديالي هو غادي نتفق انا وراجلي على مده زمنيه محدده. انتم متفقين يا هشام، ما عندكش المشكل دابا. غادي نمشي من مدينه واتزم، غادي نمشي مباشره عند محمد ممثل مدينه مراكش. محمد شنو جوابك؟ الجواب ديالي غادي يكون هو الثاني، واخا التجاوب فيهم صراحه الله ما تيفرح. شنو هو الجواب الثاني؟ قولوا لي انا مزاول. الجواب الثاني هو غادي نتفق مع المدام باش الوالده ديالي تريح معنا عيش ايامات ديك الساعه، من بعد غادي تطبر على راسها. انا قلت لك انا هذا السؤال غادي يجبد المشاكل. شوفوا دليل اش غتقول. الا قالت دليل شنو هو جوابك حبيبتي؟ الجواب الثاني غنوافقوا انا والزوج ديالي على مده محدده. واخا هي مرحبا بها. من مراكش غادي نمشيو مع ممثلي الجاليه المغربيه باسبانيا. عصام شنو هو جوابك؟ البيبان محلولين، ماشي مده زمنيه ديما، ولكن ملي كاينه مده زمنيه ماشي مشكل، نقولوا مده زمنيه. تقول مده زمنيه. واخا سيدي احنا غادي نمشيو عند ايمان نشوفوها شنو غادي تقول. ايمان حبيبتي شنو جوابك على هذا السؤال؟ الجواب ديالي هو الجواب الثاني اللي هو غنوافق تجي تسكن معنا، ولكن بالزمن محدد، فترة زمنية محددة. ممثل وجدة خالد، جوابك خالد على هذا السؤال المطروح اللي انا عارفه هو سؤال صعيب، ولكن ما عندكم ما ديروا، خصكم تجاوبوا. بصراحه من طبيعه الحال السؤال صعيب وما كرهناش يكون كان اختيار ثالث. ولكن مادام ان كاين اسئله محدوده غنختار رقم 2. هي نتفق انا والمدام ديالي على اساس تجلس معنا الوالده وقت محدد. واخا خالد احنا غنمشيو نشوفوا اخلاص اش غتقول لنا ان شاء الله. اخلاص وي لا دنيا حبيبتي شنو هو الجواب ديالك على هذا السؤال؟ الصراحه انا خلتي على راسي وعيني تسكن معنا دائما، ولكن بحكم ان السؤال كيفرض علينا نجاوبوا جواب واحد غادي نختار الجواب الثاني بمده مده خصوصيه. ايوا ها انت لاله شمس قالت لك مرحبا بك في اي وقت، الدار دارك. من وجده غادي نمشيو لطنجه عند محمد. شنو هو جوابك على هذا السؤال الصعب؟ مرحبا. دابا هو حتى شي واحد ما كيبغي يعيش بعيد على الوالدين ديالو، اكيد، ولكن بما انه مفروض علينا نجاوبوا غنختار الجواب الثاني، تعيش معنا واحد الفتره محدده. غادي نشوفوا الجواب ديال خديجه.
شنو هو الجواب ديالك؟ هو السؤال رقم 2. غادي نوافقوا انها تجي تكون معنا، ولكن نحددوا مده زمنيه يعني محدده. نفس الجواب عندكم. بقى لينا اخر كوبل، هو كوبل مدينه سلا. ياسين، شنو هو جوابك على هذا السؤال؟ اختي دنيا هذا سؤال ديال المشاكل. ودي ما دير خصك تصبر. انا عرفتو دار لكم غيدير لكم المشاكل، ولكن الامهات مساكن متسامحات، راه على قبلكم هما جايين هنا. شو جوابك؟ غنختار الجواب اللي كيقول مده زمنيه محدده. واخا سيدي، نمشيو عند سكينه ونشوفوها شنو غتقول. سكينه، جوابك على هذا السؤال الصعب؟ الجواب ديالي هو رقم 2. اللي باين ان العرسان ديالنا كاملين اتفقوا على نفس الجواب، اللي هو الجواب الثاني، اللي تيقول انكم غادي تتفقوا مع الزوجات ديالكم على ان الام تجلس معك واحد المده معينه ما نبغيش نقولها تمشي في حالها، ولا ربما ما عندها حتى شي حد، ولكن اللي بغيتكم تعرفوا بان هاد الاسئله هذه ماشي هي احنا بغينا غير واحد قال لك تجلس معنا شويه وتمشي بحالها، وواحد قال لك تجلس معنا شويه وتمشي تدبر على راسها. المهم اخوتي الاجوبه فعلا كانت صادمه، وانا شخصيا ما فهمتش علاش اصلا دايرين هذه النوعيه ديال الاسئله في هذه النوعيه ديال البرامج، وهذه النوعيه ديال البرامج اللي اصلا ما كتصلح لوالو. بغيت نعرف الراي ديالكم في السؤال وفي الجواب، والراي ديالكم في هذه النوعيه ديال البرامج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لكم، السلام عليكم.